پروژه وگل گور کرن جبرکو عفرین عفرینیانه و بمینه. لگل کم درفتن بردوام کرنا جیانه و بدنگین رخصن ناودولتی یعنی که مافی مروفان بانگ دکن دیسا وینا گل تک نچو و دست بقناخا کنوش برخودانی کرن. یکمین هرم بو کو دستن آلیکاری درجی گل سوری گر و پشوازی ست هزاران جپنابار و جهمو دوان سوری کر. پشتی شهر نافخواهی کل واله دست بگر اگه کش کو آفرین ببن نمونه که پیشنگ ده دموکراسیه دا. بریا رگاندن رو بریا خاصیه دموکراتیک پیک هات. و همو پیک هاتا تیدا بشدار بون لسر بینگه ها براتیا گلان و جیانا هفپار. لی نیتین دجمانتی ین دولت ترک این لدجی گلین سوری بگشتی و گلی کرد به طیبت شهر لدجی به تجربه کرد. جانان به دستین چتین خواه و جانان جین بریا هیزین خواهین لسر سینور کو هر تم خلکین گندین سینور آمانج دکرن. تا گیشتن کو آستا ایریشا هوانا لسر آفرینه یکو 21/2018 دا به هفکاریا دستکین خواج چتین بیبخت بکمبوله کنابنتوی بیبخت کو روسیا هفپاره وی بو و دناوا بیدنگی کنابنتوی شرمدار دا پیکارد. لبله لپشبری گل آفرینه جبلی برخدانه لدجی هوتیا داگرکریا اردوغان و چتین میتو چارات نبون. لما خورد و کچان میر و جنان تا زاروک و رسپیان جی اف بریار گرتن سر ملیم خواه و بیک دست جاران چپرین شهردار جارنان لمیدانان خوابشاندان و جارنان جی به درمانگرنا بریندارین خواه جه گرتن به وی آوائی دستانا و میرخازی لهنگی لسر چیاین هوار پارسه خاتون کبری کر شیخورزی قازقلی و لیلون خیس کرن اف یک بو میناکش برچف دا دیروکان و جاندار به پیداری و اسراج بوش کاندنا دجمن و هلوشاندنا پلان وین تف گریان. اف برخدان افسانه‌ای 58 روزان بردوام کرد. تیدا همو پیکرتای باکور سوریه جکرد، عرب، ترکمان، آسور، سوریان و ارمن دگل هیزین کردستانی و تکوشاین انتوریالیزم باشدار بون کو یکیتیا هیزین رزگاری شورشگری و خاکه پیک هات. لدجی تندترین هیزین لشگری لجیهانی یک نجمترین تکنیکین لشگری دناودار چکین قدخکر جیب کارانی. اف یک بو سدامت بهتری 300,000 کس آفرینی کوش ببین جبو کنکوژیان خواب پارزن خلاص بکن و بر خوابدن کانتونا شهبا. ده هیانا وی برخدانا دیروکی دا آفرین جوانترین کچو خورتین خواه کرن قربان آخا پیروز مینا، اوستا، کارکر، بارین، روشهات، آمد، پولات و ایلان ایج داگرکری راگ هاندن که آفرین تو جاره نابایی تو کسی جبلی خودین وی یه راستین و تمنی وی چه دبر بلا ببن. لیمه خوابن هین کسی اینجا کردین خواهی خواست پارتن داگرکری تر لپشت را دیار بو که دجمن تجاری جوتاهی ناخن و برا کردان و هموین وکر دجمن خواد بینه. اف یک جی خویا بو دکریارین چتین وی داج اشکنجه دزی رواندن تالان کشتن تجاوز دست رژیا در مافین مروفان هر وها قد کرنا دارا شوطندنا شویستان هلوشاندن و کلبر کرنا شنواران و گوهرتنا دموگرافی بریا بجیه کرنا مالبتین چتین لگند و باجارین آفرینی این کش دورین جور بجور آنی بون اف همو کریار تنی هبونا دیروکیان کردان لعفرینی آرمانج دکه لبله گل عفرینی یه داگرکری رد کر و سری جرا نتواندن هین دبر خدانی دا بردوام بریا لدارخستنا اپراسیون لشگری لزجی سر لشگر برگهنوان آلیگرنوان و خاینان و هر وها بردوامی خوابشاندنا پروتستو کرن الهمو قادان اشکره کرن و شرمزر کرن کریان داگرکری دولت ترک لهمو جواتان و کنگوریان آبنتوی تا دارخستنا دجمن داگرکر و رزگر کرن عفرینی و وگر خلق نوی یین بدار زوره کچ بونه ام بناوی ربری ما مصطفى خاندکارین هر دو زانینگهین رجاوا و عفرین ایشین دجمن مروی یه داگرکری دولت ترک و چتین وی بتوندی شرمزار دکن و بانگاری خستنی نافنتوی مافناسی مروفاهی دکن کو فشار سر دولت ترک بکن و برخدان عفرین دست بکن جبور رزگر کرن عفرین و وگر خلق نوی لمال و زویان بجي برخدانا سردم العفرين الشهيد نامر بمر فاشيزم ترك وتشدين وعفرين خاصة تعيش حالة من الاستقرار والاستنجاب بين مختلف المكونات المتعايشة بعد أن استطاع أبناؤها عبر طرح مشروع ديمقراطي من حماية أرضهم والعيش المشترك بين مختلف مكوناتها. وكانت عفرين سباقة في مد يد العون
للسوريين أجمع من خلال استقبال مئات الآلاف من النازحين من مختلف المناطق السورية نتيجة الحرب الطاحنة التي عصفت بالبلاد، مما جعلها نموذجا رائدا في الديمقراطية المتمثلة في الإدارة الذاتية الديمقراطية بمشاركة جميع أطياف ومكونات الوطن على أساس أخوة الشعوب والعيش المشترك. لكن نوايا الدولة التركية العدوانية ضد الشعب السوري عامة والشعب الكردي بشكل خاص ما فائدة أن ظهرت من خلال محاربة هذه التجربة عبر أدواتها المأجورة من المرتزقة والمتطرفين تارة، والعبث بأمنها عبر قواتها على الحدود تارة أخرى، لتصل هذه المحاولات إلى ذروتها في حربها الوحشية البربرية على عفرين، والتي بدأت في 20/1/2018 بالتعاون مع أدواتها الرخيصة وبمؤامرة دولية كانت روسيا شريكة في نسج خيوطها من خلال صفقة دنيئة وفي ظل صمت دولي مخزي. فما كان لأبناء مقاطعة عفرين سوى خيار المقاومة ضد وحشية الاحتلال التركي الأردوغاني الطوراني ومرتزقتها، وبدأ الشباب والفتيات الرجال والنساء وحتى الأطفال والعجز بتبني ذاك القرار الشجاع والعمل يدا واحدا، تارة في خنادق القتال، وتارة في ساحات التظاهر والاحتجاج، وتارة أخرى في إسعاف الجرحى والمصابين، مسطرين بذلك ملاحم في العزة والمقاومة في جبال هوار، ورسخة، كابريكا، شيخ خورز، قازقلي وليلون، قل مثيلها في التاريخ الحديث، ومصممين على دحر العدوان وأفشال مخططاته. استمرت المقاومة الأسطورية 58 يوما شارك فيها جميع مكونات الشمال السوري من كرد وعرب وتركمان وأشور وسريان وأرمن وقوى كردستانية ومناضلين أمميين، لتحقق بذلك وحدة الصف التحرر الثوري في وجه أعتى وأشرس قوى عسكرية التي استخدمت أحدث التقنيات العسكرية بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا، مما أدى إلى نزوح قسري لأكثر من 300,000 نسمة من عفرين تجنبا لوقوع مجازر جماعية وتدمير المدينة بأكملها باتجاه مقاطعة الشهباء. وخلال هذه المقاومة التاريخية قدمت عفرين خيرة أبنائها قربانا لترابها الغالي أمثال أفيستا، كارجر، بارين، روجهات، آمد، بولات وأيضان، معلنة للمحتل بأن عفرين لن تكون سوى لأبنائها الحقيقيين مهما تطلب الأمر من تضحيات. لقد راهن البعض من الكرد الخونة على الاحتلال التركي، لكن فيما بعد خاب ظنهم وأدركوا بأن العدو التركي لا يفرق بين كردي وآخر، وظهر ذلك جليا من خلال ممارسات المرتزقة في عمليات الخطف والتعذيب ونهب الممتلكات وقتل واغتصاب بحق المدنيين العزل وقطع الأشجار وحرق الغابات وإحداث تغيير ديموغرافي من خلال إسكان عوائل المرتزقة التي جلبتها من مختلف مناطق سوريا في مدن وقرى عفرين، وتدمير الأماكن الأثرية وسرقة الآثار وتهريبها. كل تلك الممارسات تستهدف الوجود التركي التاريخي في عفرين، لكن أبناء عفرين الذين رفضوا الاحتلال ولم يرضخوا لمشيئته ما زالوا مستمرين في مقاومتهم من خلال القيام بالعمليات العسكرية، مستهدفين قاداتهم ومقراتهم والمتعاونين معهم من الخونة والعملاء، وكذلك استمرار التظاهرات والمسيرات المنددة بممارسات الاحتلال وفتحها في المحافل والمؤتمرات الدولية في جميع أصقاع العالم حتى دحر العدوان وتحرير عفرين وعودة الأهالي المهجرين قسرا. نحن وباسم العاملين من المدرسين وطلاب جامعتي رجافة وعفرين نستنكر هذا العدوان الغاشم وممارسته اللا-إنسانية بشدة، كما ونناشد المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالضغط على الدولة التركية ودعم مقاومة عفرين في سبيل تحريرها وعودة أهاليها سالمين إلى بيوتهم ومزارعهم. عاشت مقاومة العصر في عفرين المجد والخلود للشهداء الأبرار، الموت والعار للفاشية التركية والمرتزقتها. جامعتي عفرين ورجافة 20/1/2019. جبال عمور پناهبر و کجبر لشهبا و کوبان و جزیر هیویا ممایه او بگر هیویا ممایه او بگر بام بکن پیشی بر خدان عفرینه